بەخشندەی میهرەبان درود و سڵاوی خوا لە جەنابتان بێن. لە ڕاستیە زیانەکانی ریبا ئەو بابەتی کە بۆ ئێمە دەستنیشان کراوە لە چەند ڕوویەکەوە بەرجەستە ئەبێەوە خۆی ئەبینێتەوە، کەم لە ڕووی دەرونیەوە لەسەر تاک و لەسەر کۆمەڵگا و لەسەر ئابووری. بەڵام ئێمە بەهۆی ئەوەی کە ماوەکەمان زۆر کەمە تەنها ئاماژە ئەکەین بە زیان و ئاریشەکانی لەسەر کایی ئابووری کە بە زمانی عەرەبی نووسیمانە هەر بەو جۆرەژێک خوێنینەوە لەبەر ڕعایەتی کات. إن آثار الربا وأضراره ومفاسده التي اكتشفها الناس اليوم نتيجة تطور العمليات الاقتصادية وتعقدها تؤكد أن تشريع الله في الربا معجز، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا التشريع من عند الله العليم الخبير. وبناء على ما سبق، فإن الغاية من هذا اللقاء القصير هو بيان الآثار الاقتصادية للربا وجمع الشواهد والبراهين عليها من واقعنا المعاصر، مما يؤكد أن التعامل بالربا فيه مفاسد كثيرة، وأن منع التعامل فيه منافع كثيرة للفرد والمجتمع. وسأتناول مضاره بإذن الله سبحانه وتعالى على الاقتصاد في الفقرات الآتية. الضرر الأول سوء توزيع الثروة. تتركز عملية الإقراض بفائدة الإقراض الربوي على الأشخاص القادرين على تقديم ضمانات تسديد القروض وفوائدها، وهو ما يؤدي إلى تركز ثروة البلاد في أيدي عدد قليل من الأشخاص. وتأييدا لهذا المعنى يقول الدكتور شاخت الألماني إنه بعملية غير متناهية يتضح أن جميع مال الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من المرابين، وذلك لأن المرابي يربح دائما في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة. ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير إلى الذي يربح دائما. ومن مظاهر سوء توزيع الثروة تسخير العمل لحساب رأس المال، حيث يقوم الإنتاج على عنصرين: العمل والمال، والعمل هو الأساس الأول لأنه هو الذي يوجد المال في الأصل، وموجب ذلك أن يتحمل كل من العنصرين نصيبه من الربح والخسارة. فإذا أشركنا صاحب المال في الربح وجب أن يشترك في الخسارة النازلة أيضا، غير أن الفائدة تهدم هذا البنيان الطبيعي وتسخر العمل لحساب رأس المال، لأن المنتج وهو المدين دائما يضمن للمرابي رأس ماله ونصيبه من الربح دون أن يشارك هذا الأخير في الخسارة النازلة. وبناء على ما سبق، فإن الذين يتركز عندهم المال فئتان: الفئة الأولى المرابون الذين يقرضون المال ويربحون دائما. الفئة الثانية الأشخاص الأغنياء المقترضون القادرون على تقديم ضمانات تسديد قروضهم، وهذا يؤدي إلى تداول المال بين المرابين والأغنياء القادرين على تقديم ضمانات، مما يجعل المال متداولا بين هؤلاء، وهذا مخالف بمنهج الإسلام. وبناء على ما سبق، لا يمكن لنظام الفائدة أن يعالج مشكلة الفقر أو يصلح الدول الفقيرة، فالنزيف مستمر من الفقراء إلى أصحاب المال، وأصحاب المال تزيد أموالهم زيادة مستمرة، ومديونية الدول الفقيرة في ازدياد، وفوائد هذه الديون في ازدياد أيضا. الضرر الثاني هدر الموارد الاقتصادية. ينتج هذا عند الإقراض بفائدة الأموال لا يتم توجيهها إلى أنشطة ومشاريع ذات جدوى ومنفعة حقيقية لحياة الناس، فيتم توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة من مشروعات صناعية وتجارية إلى نواد للقمار والفساد، بما يعود بالضرر على المجتمع، وكذلك تشجيع الناس على المغامرة والإسراف بتسهيل وضع المال في أيدي المغامرين والمسرفين، فيؤدي هذا إلى هدر الموارد الاقتصادية. إن هدر الموارد الاقتصادية ينتفي في الطريقة الإسلامية التي ينبغي أن توظف الأموال في مشاريع ذات منفعة حقيقية لحياة الناس وللدورة الاقتصادية في البلاد.
فالأموال في النظام الإسلامي لا تمنح كقرض، ولا يعلم إلى أين يتجه، إلى سلع استهلاكية أو سلع ترفيهية أو أدوات كمالية. إن التمويل الربوي يؤدي إلى سهولة المداينات دون أي ارتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم الإنفاق الاستهلاكي، لأن نسبة كبيرة من القروض الفردية ستوجه إلى الحاجات الآنية على حساب الاحتياجات المستقبلية، وهذا يعني اختلال أنماط الإنفاق في المجتمع، مما يجعل الأفراد أكثر اعتماداً على الديون لتسيير حياتهم اليومية. وكلما كانت آليات الإقراض النقدي أكثر تيسيراً، كلما ازداد اعتماد الأفراد عليها، ويصبح الأمر مثل كرة الثلج لا تزداد مع التدحرج إلا ضخامة. الضرر الثالث ضعف التنمية الاقتصادية والاستثمار. من مقاصد النظم المالية الإسلامية والمؤسسات المصرفية الإسلامية المساهمة في تنمية وتحقيقها وتمويل المشروعات الإنتاجية بنظام المشاركة وفقا لقاعدة الغنم بالغرم. فالصيغ الإسلامية والمشاركات والاستصناع والسلم والمرابحات وغيرها تتميز بأنها تتفاعل مع السلع مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي توظف أكبر عدد من عوامل الإنتاج، ومنها عنصر العمل، وتساعد في علاج مشكلة البطالة والفقر وتحقيق الأمن الاقتصادي. أما الإقراض بنظام الفائدة فإنه يؤدي إلى تضييق دائرة التمويل، لأنه يعتمد على ضمانات لا يقدر عليها إلا الأغنياء، ورب المال في نظام الفائدة أقل اهتماماً بنجاح المشروع، ولا تهمه الأمانة والخبرة والمقدرة في العمل، لأن أكثر ما يهمه لأن يكون المقترض غنياً ومليئاً، وأن تكون فائدته ثابتة ورأس ماله مضمونا. ويتلخص لدينا مما سبق أن نظام الفائدة يعيق التنمية الاقتصادية للأسباب الآتية: أولاً، التوسع في الضمانات للقرض الربوي توسعاً لا يقدر عليه إلا الأغنياء، وهذا يمنع عاملين مهرة في الاستثمار لعدم وجود ضمانات كافية. ثانياً، اهتمام المقترضين باسترجاع رأس مالهم مضافاً إليه الفائدة أكثر من اهتمامهم بنجاح المشروع. ثالثاً، زيادة تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض صافي الربح، وهذا بدوره لا يشجع الاستثمار. رابعاً، الاحتفاظ بالاحتياط القانوني لكل بنك في البنوك المركزية يعطل جزءاً من المال عن الاستثمار والإنتاج والمشاركة في التنمية. الضرر الرابع التضخم. يدور مفهوم التضخم حول الزيادة في كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، فهو الظاهرة تتمثل في انخفاض القوة الشرائية للنقود المفترضة أو ارتفاع الأسعار. ومن أسباب هذه الظاهرة زيادة كمية النقود، وتأييدا لهذا يرى عالما الاقتصاد السويدي فيكسل والإنجليزي كينزان التضخم يحدث عندما تزداد كمية النقود، حيث يزيد الطلب الكلي على السلع والخدمات أكثر من العرض الكلي لهذه السلع والخدمات. ويتلخص مما سبق أن أسباب ارتفاع الأسعار ما يلي: أولاً، زيادة عرض النقود في السوق. ثانياً، سعر الفائدة. إن سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ومن العجيب أن خفض سعر الفائدة يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار من وجه، فالأسعار في ازدياد ما دام هناك فائدة، ولا تستقر الأسعار إلا بانعدام الفائدة. الضرر الخامس والأخير البطالة. أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصاد الرأسمالي البطالة والتضخم، وتزيد معدلات البطالة مع ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار دون زيادة متناسبة في الأجور سوف تؤدي إلى الإقلال من الطلب على السلع، وبالتالي إلى انخفاض حجم الاستثمار والإنتاج زمناً، ثم زيادة معدلات البطالة. لقد ساعدت الفائدة على وجود طبقة من البطالة المقنعة تمثل هؤلاء المدخرين الذين يقعدون عن العمل اكتفاءً بما توفره الفائدة من دخل ثابت، مما يحرم كثيراً من المشاريع من عمل هؤلاء المدخرين. وكذلك فإن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتجارية، ولهذا يقلل فرص العمل.
فتنتشر البطالة في المجتمعات التي يسود فيها التعامل الربوي. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دست خود جناب الدكتور لدى دقيقة طاوة زميل الدكتور عرفان بابا تكي خوي بيشكشكي خوي قولا خير بسيارة